اليوم أنا أتحدث كمواطن يعني بتجرد، هل من المعقول أنه إقليم كردستان لديه برلمان منتخب من قبل أبناء الإقليم لا ينبس ببنت شفة ولا يتحرك على الأقل على المستوى الإنساني لإيقاف مثل هذه الهجمات إذا كانت من الجانب الإيراني والجانب التركي؟ أليس هؤلاء لديهم من الحقوق على الحكومة الإقليم الكثير أنه يعيشون بأمن وأمان واستقرار بعيدا عن المناكفات والخلافات السياسية والتدخلات العسكرية من هذا الجانب أو ذاك؟ هذا أولا. أليس من المفترض أنه يكون هنالك رد فعل بحجم الجريمة التي وقعت في الإقليم أو داخل الأراضي العراقية؟ لا يكفي دعوات الاستنكار من هذا الطرف أو ذاك. قبل أيام قليلة تحدثوا مثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في موضوع القصف الإيراني ولا أذن صاغية. كل البرلمان اعترض وشكل لجنة حقيقية للقصف الإيراني على الأراضي الإقليم ولم يتغير شيء من واقع الحال. اليوم الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي يجب أن يكون لديه موقف وطني مشرف اتجاه هذه التدخلات والقصف الهمجي على الأراضي العراقية وأراضي الإقليم اللي هي بنتيجتها يذهب المواطن العراقي البريء الذي لا دخل له بالسياسة نتيجة هذه الأعمال العدوانية. نستنكر العمل الجبان التركي على شمال العراق كردستان، فنقول له يا جبان تركيا لن تستطيع أن توصل العراق فإننا أقوياء. الله الخير والبركة إن شاء الله، الخير والبركة برئاسة الوزراء إن شاء الله ترد عليهم رد جبار وقاسي على هؤلاء الأتراك إن شاء الله، وبحيل الله إن شاء الله نرد عليهم رد قوي إن شاء الله بتسهيل الله ومحمد وعلي.